السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم ديال اي توكس. سلسله جديده داخل سلسله دروس ديال اللغه الانجليزيه. قررنا اننا نبداو دروس الازمنه. دونك بزاف ديال الطلبه او بزاف ديال التلاميذ في الدروس ديال اللغه الانجليزيه كيستخدموا الافعال والازمنه. دونك مزيان ان الانسان يكون مراجع ولا فاهم الازمنه باش ما يجبرش واحد الصعوبه كبيره في فهم الدرس. دونك الازمنه نشرحوهم بالترتيب. دونك الفيديوهات تكون مرقمه باش انك ما تلبشي، دونك تتبع فيديو بفيديو، وان شاء الله ندوزو عليهم كاملين باش نشرحوهم وما يبقاش عندك مشكل في ما يتعلق بالازمنه. دونك اول زمن اللي غنشرحوه اليوم اللي هو البريزنت سيمبل. من اكثر الازمنه اللي كنستخدموهم في الديلي روتينز، في ملي كنهضروا على الحقائق، ملي كنهضروا على بزاف د الحوايج. دونك اليوم غنشوفوا فوياخ الحالات الاكثر شيوعا اللي كنستخدموا فيها، وايضا غنشوفوا بطبيعه الحال التركيب، كيفاش نطرحوا سؤال، كيفاش ننفيو جمله، وبالاضافه اننا غنشوفوا الفريكوينسي ادفيربس. هاد الفريكوينسي ادفيربس دائما كنخدموا بهم ملي كنستعملوا البريزنت سيمبل. دونك غنشوفوا شنو هو الفريكوينسي ادفيربس، كيفاش حتى هي كنطرحوا السؤال، وكيفاش كنفيو الجمله ملي كيكون عندنا الفريكوينسي ادفيرب. دونك اول حاجه وكاي فيرب خصنا نعرفوا الاستخدامات ديال هاد الفيرب هذا. فويا يمكن لي نستخدم البريزنت سيمبل. دونك جبرت 5 ديال الاستخدامات. نقدر نقول اهم الاستخدامات اللي تقدر تستخدم فيها البريزنت سيمبل. كاين استخدامات اخرى ولكن ماشي ما كتستخدمش بزاف ولا ما كتذكرش بزاف. اول استخدام هو الاكثر شيوعا واللي مشهور، هو ملي كنتحدثوا على الروتينز والهابيتس ديالنا، ملي كنكونوا كنعملوا شي عاده ولا شي روتين يومي ولا شبه يومي. دونك هنايا في الجمله ديالنا ولا في الكلام ديالنا كنستخدموا البريزنت سيمبل. دونك ملي كنقول مثلا انا كنفيق بكري في الصباح، دونك هذا واحد الروتين شبه يومي ولا يومي. دونك هنا كنستخدم present simple. كنقولوا I wake up early every morning، كنفيق بكري كل صباح. دونك هذا واحد الروتين. دونك هنا كنستخدموا present simple. ملي كنكونوا كنهضروا ايضا على الحقائق كنستخدموا present simple. هذه الحقيقه هذه ماشي بالضروره تكون صحيحه ولا تكون 100% متاكدين منها، تقدر تكون خاطئه. for example الا قلنا مثلا the sun rises in the east، دونك الشمس كتشرق من المشرق. دونك هذه حقيقه. دونك هنا استخدمنا present simple. الاستخدام الثالث هو ملي كنهضروا على شي سيتوياسيون اللي دائمه، دونك كتكون permanent situation. هاد permanent situation ضروري كنخدموا بالpresent simple. for example نقول لك I live in Morocco، دونك هذه واحد سيتوياسيون اللي دائمه. دونك ماشي انا اليوم ساكن في المغرب غدا نسافر for example، no. ايضا كنخدموا present simple الا كنا كنهضروا على الفيوتشر. فيوتشر كيفاش حنا كتشرح لنا البريزنت وإلا خدمنا بالفيوتشر او استخدمنا الفيوتشر غنخدموا بريزنت سيمبل. اذا كانوا عندنا مثلا شي ايفنت ولا شي مواعيد في المستقبل، كيمكننا نستخدموا البريزنت سيمبل ونهضروا على هذا الايفنت هذا. دونك فور اكزامبل عندنا غدا شي ميتين، نقدر نقول the meeting starts at 7 am tomorrow. دونك جمله صحيحه 100%. وانا كنهضر على الفيوتشر على غدا، دونك خدمت بالبريزنت سيمبل وعادي. دونك هنايا هذا واحد الاستخدام اللي ديال بريزنت سيمبل فيوتشر شيدولد ايفنت. دونك كنخدم بالبريزنت سيمبل والجمله ديالي كتكون صحيحه. دونك خامس استخدام واللي هو بزاف منكم كيسمعوه هو ملي كنستخدموا الفريكوينسي ادفيربس. دونك الفريكوينسي ادفيربس شنو هما؟ دونك غنشوفوهم في الاخر الفيديو، غنشوفوا بعض الفريكوينسي ادفيربس والاستخدام ديالو. دونك ملي كشرح اولا كتفسير بسيط باش نفهموا الفريكوينسي ادفيربس، هما واحد الادفيربس كنزيدوهم في الجمله باش كنبينوا العدد ديال المرات اللي كنقوموا بها بديك الفعل ولا بديك الاكشن هذه. دونك فقط كتعطي واحد بورسونتاج للمستمع اولا الناس اللي كنهضروا معاهم باش كيعرفوا العدد ديال المرات اللي كنقوموا بديك الفعل. دونك هذا هو الفريكوينسي ادفيرب، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك في الاخر الفيديو غنشوفوا كيفاش كتكون في الجمله، كيفاش كنطرحوا السؤال وكيفاش كنفيو. دونك هادو هما الاستخدامات الاكثر شيوعا ديال البريزنت سيمبل. دابا نشوفوا التكوين ديال البريزنت سيمبل. دونك التكوين سهل بزاف. ببساطه هو الفيرب زائد اس، ولكن ماشي الفيرب زائد اس في جميع الضمائر. دونك كاين ضمائر محدده اللي كتزيد لها اس، واللي هي الهي شي ات. دونك هي شي ات كتزيد لها اس. الضمائر اللي بقات الفيرب كيبقى عادي ما كيتزاد له والو. دونك فور اكزامبل work كنقولوا I work، you work، we work، they work، he she it works. دونك هذا هو التصريف ديال الفيرب تو بي في البوزيتيف. دونك شي حاجه سهله بزاف. الان باش نفيو الجمله في البريزنت سيمبل كنحتاجوا واحد المساعده. دونك كنزيدوا واحد الفيرب اللي كيتسمى الفيرب تو دو. الفيرب تو دو هذا كيتسمى فعل مساعد هيلبين فيرب، كيتزاد في الجمله ضروري باش اننا نعملوا النيجاتيف ولا باش نطرحوا السؤال.
دونك بلا هاد الفيرب تو دو ما يمكن لا نطرحوا سؤال لا نعملوا نفيو جمله عندنا في present simple. دونك كيفاش كيتصرف في الجمله؟ قلنا ملي كنجيو نفيو جمله كترجع هي اي، كنزيدوا الفيرب تو دو اللي هو الهيلبين فيرب زائد نوت اوف كورس ديال النفي زائد الفعل ديالنا عادي ما فيه والو. والجمله كترجع I do not work، دونك do زائد not، you do not work، we do not work و they do not work. دونك في I you we they الفيرب تو دو ما كيتبدلش، دونك كيتبدل حتى هو في هي شي ات. دونك الفيرب تو دو كيرجع من دو does، دونك في هي شي ات does not ماشي do not. دونك هذه هي الطريقه باش نفيو الجمله ديالنا في البريزنت سيمبل. دابا الا بغينا نطرحوا السؤال سهله بزاف، ديك الفيرب تو دو كيرجع هو الاولاني. دونك فور اكزامبل في الاي كنقول do I work، في اليو do you work، do we work، do they work. دونك الفيرب تو دو كيرجع هو الاولاني وموراها كنحطوا السبجيكت ديالنا وموراها الفعل ديالنا. في الهي شي ات دونك كذلك ما كنخليوش دو اوف كورس، قلنا كترجع هي داز وكنزيدوا السبجيكت ديالنا اللي هو هي شي ات والفيرب وورك. دونك هذا هو التصريف ديال بريزنت سيمبل. الخلاصه هو ان الاس كنعملوها في هي شي ات. دونك الا بغينا نفيو ولا نطرحوا السؤال كنحتاجوا هيلبين فيرب، دونك اللي هو الفيرب تو دو كنزيدوه في النفي وفي السؤال. في الاي وي يو داي كيبقى هو دو، وفي الهي شي ات كيرجع داز. دونك هذه هي الخلاصه ديال التصريف ديال بريزنت سيمبل. وبالنسبه الى بغيتي تطرح سؤال بالكويستشن وورد ولا دبليو اتش كويستشنز كتكون هي الاولانيه، كنزيدوها هي الاولانيه وكنكملوا الجمله ديالنا. فور اكزامبل في السؤال قلنا دو اي وورك، الا بغيت تقسي بواحد كويستشن وورد كتكون كويستشن وورد هي الاولى زائد الفيرب تو دو زائد السبجيكت والفعل ديالنا. دونك دابا خصنا نعرفوا السبيلين ديال الفيرب ملي كيتصرف في البريزنت سيمبل. دونك كاين افعال ما كنزيدو لا شي فقط اس كتبدل، دونك غنشوفوا هاد الاصناف هادي ونشوفوا كل فيرب شنو كنزيدو ولا كنحذفوا. دونك الصنف الاول اللي هو الافعال الشائعه بحال اللي كنقولوا ولا اللي ما كتبدلش كنزيدو فقط اس. فور اكزامبل سليب كتزيد لها اس فقط، دونك ما كاينش شي تغيير كتولي سليبس. دونك الصنف الثاني هو الفعل اللي كيتسالى باس ولا اس اتش ولا سي اتش ولا اكس. الافعال اللي كيتسالاو بهاد الحروف هادو ما كنزيدوش اس فقط، كنزيدو اي اس. فور اكزامبل فيكس كترجع فيكسز، دونك ما زيدناش اس زيدنا اي اس. الصنف الثالث هما الافعال اللي كيتسالاو بالواي. دونك فور اكزامبل ستادي، دونك الواي كنحيدوها مره وكنعوضوها ب اي اي اس. دونك فور اكزامبل ستادي ما كتبقاش ستاديز، لا كتولي ستاديز، ما كنزيدوش اس كنزيدو الاي اي اس كترجع ستاديز. دونك هنا تقدر تسقسيني مثلا تقول لي واش جميع الافعال اللي كيتسالاو بالواي كنزيدو لهم اي اي اس؟ نو. دونك فقط الافعال اللي قبل من الواي كتكون كونسونانت. دابا الصديق قبل من الواي كاين دي كونسونانت. الا كانت قبل منها فاول ما كنزيدوش اي اي اس كنزيدو اونلي اس. المثال على هذا بلاي الواي قبل منها فاول دونك زيدنا فقط اس. دونك شنو هما الفاول؟ الفاول معروفين هما بحال اللي كنقولوا حنا بالعربيه او اللغه العربيه الشكل اللي كنشكلوا بها. دونك كاين اي 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 او يو، دونك هادو هما الفاول. والكونسونانت هما جميع الحروف اللي من غير هاد الفاول هادو. دونك اذا كانت قبل الواي كونسونانت كتزيد اي اي اس، اذا كانت قبل منها فاول كتزيد اونلي اس. الصنف الاخير هو الافعال اللي كتبدل كامله، دونك ما عندهاش واحد الشكل او واحد القاعده كنطبقوها. فور اكزامبل جو دونك كترجع جوز، دونك تبدلت كامله. الهيلبين فيرب اللي استخدمناه قبيلاتي فيرب تو دو رجع في الهي شي ات رجع داز، دونك ما كاينش واحد القاعده اللي كتمشي عليها، دونك كيتبدل كامل. دونك هادو هما الاصناف اللي كاين. خصك تراجعهم وتعرف كيفاش كيتغيروا في الفعل. الميستيكس اللي يقدروا يوقعوا لك في السبيلين ضروري خصك ترد بال فيهم باش الجمله تكون صحيحه 100%. دونك دابا نشوفوا الفريكوينسي ادفيربز. الفريكوينسي ادفيربز هادو كما قلنا كنزيدوهم باش نبينوا بحال كنقولوا العدد ديال المرات اللي كنقوموا بديك الفعل ولا ديك الاكشن هادي. كاين بزاف ديال الفريكوينسي ادفيربز كما كتعرفوا، كاين always often sometimes usually never. دونك هادو كاملين كنزيدوهم في الجمله باش نبينوا العدد ديال المرات ولا بورسونتاج ديال القيم ديالنا بديك الفعل اللي ذكرناه. دونك كيفاش كنزيدوهم في الجمله؟ دونك دائما هما كيجيو مور سابجيكت وقبل الفعل.
دونك مثلا نقول انا كنمشي للخدمه. الا بغيت نزيد فريكوينسي ادفيرب كنقول I always for example go to work. انا دائما كنمشي للخدمه. دونك جاو قبل الفعل ومورا السبجكت. دونك I always go to school. الا بغينا نفيو هذه الجمله هذه بطبيعه الحال كنحتاجو حتى هنايا كنحتاجو الهيلبين فيرب دائما لاصق دائما تابعك. دونك حتى في الفريكوينسي ادفيرب كنقولوا الا بغيت نفي I do not always go to school. انا ما كنمشيش دائما للخدمه. في الهي شي ايت اللي كيتبدلوا ما كنقولوش يدو اوف كورس كنقولوا داز. شي does not always go to school. دونك هي ما كتمشيش دائما للخدمه. وملي كنجيو نسقسيو السؤال كما شفنا قبل verb to do زائد subject زائد frequency adverb. for example do you always go to school. دونك اولا في الهي شي ايت does he ولا she always go to school. دونك الترتيب كيبقى كما شفنا قبل. دونك حنا خصنا نعقلوا فقط ان الفريكوينسي ادفيرب كيجي مور السبجكت مور الفاعل. دونك وكتكمل الجمله ديالك بنفس القواعد والشرح اللي ذكرناه قبل. دونك هادو هما الفريكوينسي ادفيرب ماشي شي حاجه اللي كومبليكي. دونك هادشي هذا فقط اللي خصك تعقل عليه. وهادو هما النقاط الاساسيه اللي خصنا نشرحوهم في بريزنت سيمبل. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم. تسناونا في التنس اللي ماجي اللي هو البريزنت كونتينيوس. ما تنساش تابونا وتدخل الجروب ديال تيليجرام راه كنحطوا فيه فيديوهات ومهم دي ويب سايت باش تزيدوا تفهموا الدروس في اكثر اللي كنشرحوا في يوتيوب. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.